مرمى الوداد. ادي قصه الهدف. بص استلام مصطفى، لف حلو قوي مصطفى. دي قصه هدف المباراه في الدقيقه الثانيه. عرضيه مثاليه من محمد حمدي، كره ارتطمت في القدم الثابته لمحمد صلاح، دور عليها لكن لقاها مصطفى، ومصطفى ما كدبش خبر وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الان. هدف اللقاء لمصطفى، سجل في التصفيات في مرمى غينيا في اللقاءين، غينيا للمنتخب المصري مصطفى محمد. لاعبين خطيره من ودس، الرقابه لازم تكون افضل. التغطيه العكسيه، بص امامنا ادي الكوره من اللاعب اتلتيكو مدريد، والتغطيه العكسيه هنا من جانب محمد حمدي ما كانتش بشكل مميز، وفرصه كبيره جدا بتضيع في التصفيات في مرمى منتخب ملاوي. امامنا هنا احمد مصطفى زيزو يسدد، ولكن كوره بعيده جدا. محمد هاني يلعب كوره حلوه قوي زيزو، لكن ما بلتش الكوره، لكن تجي له مره ثانيه. لسه الفرصه خطيره والمحاوله ترجع لمحمد هاني، فرصه كبيره لزيزو، عرضيه خطيره لابعاد هذه المره. الكره الثانيه امامنا يحاول عليها محمد صلاح. ادي امامنا هو مصطفى عمل اسيست حلو قوي، ولكن هنا قويه من تريزيجيه اللي بتلتطم كورته في القائم الايمن من الخارج. فرصه كبيره جدا للمنتخب المصري، فرصه. مرمى الوداد. ادي قصه الهدف. بص استلام مصطفى، لف حلو قوي مصطفى. دي قصه هدف المباراه في الدقيقه الثانيه. عرضيه مثاليه من محمد حمدي، كرة ارتطمت في القدم الثابته لمحمد صلاح، دور عليها لكن لقاها مصطفى، ومصطفى مستوى الاداء وعلى مستوى الاستحواذ وعلى مستوى النتيجه. واخر كرات محمد هاني القويه، لكن في منتصف المرمى يتصدى لها ايرنان. شوط اول هنا في ملعب الخاصه بهذه البطوله. ادي الراسيه، هدف من خطا في الرقابه في التمركز. كره اتلعبت سهله قوي، ثم الكره اللي فاتت دي الراجل ده جاي من العمق امامنا اهو سيليسو في اختراق، والرقابه كانت غايبه، والمرور سهل، الطريق سهل، الطريق سهل. محتاج عمر مرموش، لان الشكل والاداء في نوع من التقاعس. اللقطه اللي فاتت نوع من البطء، نوع من التقاعس، عدم الجاهزيه، ثغره دفاعيه تظهر ويستغلها امامنا هو كوندي، ويسجل البديل سيليسو هدف التقدم للمنتخب الموزمبيقي. بص الكوره امامنا، بص وسط ملعب مفيش رقابه، عبد المنعم مع نفسه، وحجازي عمل التاكلينج اللي على الفاضي اللي راحت بلاش، ومحمد حمدي ما بيغطيش عكسيا، وصعبه طبعا على محمد الشناوي. ادي الراجل عدى خلاص، ضرب الدفاع بلعبه ومر، والكره بقت سهله، ويركن الكره في مرمى الحارس محمد الشناوي عشان المنتخب الموزمبيقي. بص اختياره كان اختيار مميز، اختار اللعبه على القدم اللي بيرتكز عليها محمد الشناوي. بص المرور سهل قوي، هدف فيه اخطاء بالجمله منذ التمرير من ستانلي الى الكره اللي وصلت حمدي فتحي، يلعبها في شكل مميز قوي، ترتطم الكره في القائم. بص الاعاده امامنا، ادي الكره بكعبه عملها بالكعب، والحارس يطلع ركله ركنيه 5. منتخب مصر كان ممكن يسجل التعادل. بص كعب جميل قوي الحقيقه من حمدي، هيبقى هدف حلو قوي، كان هيبقى هدف حلو قوي، لكن القائم وضربه راسيه خطيره. الكره اللي فاتت امامنا اثناء الاعاده، ثم تسديده قويه في اختبار صعب. محمد صلاح بتاريخه وبقيمته وبطموحه الدائم ووصوله ان شاء الله لهدف التعادل في القائم، وهدف التعادل لمصر، هدف التعادل لمصر في الدقيقه السادسه بياتي هدف التعادل في هذا الوقت الصعب. بنشوف الوقت المحتسب بدل الضائع، روي فيتوريا اللي بيفكر في الفوز والانتصار بعد ما حضر التعادل، وبعدما سجل محمد صلاح عشان يعادل الارقام الموجوده. ركله جزاء لمصطفى محمد، واحد من افضل لاعبي مصر النهارده، وراء تدخل ماكنزا. محمد صلاح يقبل الكره التي لم تعطي المنتخب المصري الشوط الاول التفوق اللي كان بهدف فقط، ولكن الامور تعود وكره ترتطم في القائم بعد ما قبلها محمد صلاح وقال لها روحي يا شيخه، وراحت امامنا هو هدف التعادل.